ازيكم عاملين ايه؟ الفيديو ده من اوضتي لرحلة الاحتراف. عمر السيد معوض اتم النهارده التعاقد مع نادي ريال بيتيس الاسباني. هتقول لي ازاي؟ تعال اقول لك. من فترة عمر السيد معوض كان بيعمل فترة معايشة في النادي، بعد ما النادي خلاص كان عجبه مستوى عمر وقال له ان هو هيتم التعاقد معاه. للاسف عمر اتصاب بالرباط الصليبي، والنادي وعده ان هو هيفضل مركز عليه وان هو هيتم التعاقد معاه اول لما يخف ويرجع لمستواه. والنهارده الاجراء ده تم، وتم التعاقد مع عمر السيد معوض في نادي ريال بيتيس الاسباني. وطبعا عمر السيد معوض مش هيلعب في الفريق الاول، هو هيلعب في الفريق الرديف لحد ما مستواه بس يعلى او يتطور في مستواه ويبدا يصعدوه الفريق الاول. ندخل بقى على نادي فرانكفورت الالماني، وهو بيحدد قيمه بيع عمر مرموش، هداف البوندسليجا، هداف الفريق بمعنى اصح، اللي هو غطى على هاري كين بمراحل. قال لك ايه بقى نادي فرانكفورت؟ قال لك اللي حابب او اللي هيفكر يشتري عمر مرموش، هو انا حاطط له مبلغ كده من 50 مليون يورو لحد 60 مليون يورو على حسب النادي اللي هيجي يتعاقد مع عمر مرموش. ده لو اصلا فرانكفورت فكر يبيع اللاعب. دي الكلام او ده الكلام اللي الصحافه صرحت بيه. خلصنا العالميه، ندخل على المحليه. الزمالك والاهلي سافروا النهارده للامارات عشان يستعدوا للسوبر المصري. السوبر المصري اللي كله داخله وليه اهداف معينه، زي الاهلي مثلا اكبر فريق في افريقيا، داخل البطوله دي وعايز يحققها وهيستقتل عليها عشان يصالح الجمهور بسبب خسارته في السوبر الافريقي من نادي الزمالك. لكن نادي الزمالك بقى داخل البطوله دي عشان يحقق بطولتين في اقل من شهر قصاد غريمه الاول وهو النادي الاهلي. بيراميدز بقى بعد ما دخل البطوله دي 3 مرات مش هيحل، قال لك انا داخل اكسب، انا بقيت من الكبار. فخلاص بيراميدز معاه سكواد مرعب يخد اي حد. لكن سيراميكا كليوباترا بقى فاجئنا، قال لك انا عامل 15 صفقه جديده وانا داخل قاتل يا مقتول على البطوله دي. طبعا سيراميكا كليوباترا وبيراميدز اول بطوله ليهم حققوها السنه دي، وطبعا بيراميدز اخذ كاس مصر من نادي زد، وسيراميكا كليوباترا اخذت كاس الرابطه. الوحيد اللي اتصعد معاهم كده بالحظ وهو نادي الزمالك، لانه اتصعد بالكارت الذهبي. وطبعا المواجهه هتكون بين الزمالك ونادي بيراميدز، هتكون مواجهه كبيره جدا وهتكون مواجهه صعبه جدا على الزمالك اللي داخل بامال كبيره ان هو هيكسب البطوله دي عشان يحقق السوبر الافريقي. لكن احب اقول لك لا، بيراميدز فريق قوي، فريق مرعب، فريق يخد بمعنى الكلمه، لازم تعمل له حساب ولازم تعمل له 1000 حساب كمان، لان فريق بيراميدز مش سهل زي ما انتم فاكرين. نفس الكلام مع نادي الاهلي. نادي الاهلي اللي لاعب سيراميكا كليوباترا السنه اللي فاتت في كاس السوبر برضه وكسب فرق واحد بس. فده يبين لك ان نادي سيراميكا كليوباترا نادي بيراميدز اي نعم هم فرق ملهاش اسم، بس فرق دلوقتي بقت كبيره. مفيش فريق في الدوري المصري لسه قليل. ورمضان صبحي يرفض عرض الزمالك ويقبل فلوس بيراميدز. رمضان صبحي بلغ الاداره ان هو مش هيسيب النادي، ولو جالهم اي عرض ليه من اي نادي في مصر يرفضه على طول. هو الراجل حابب يقعد في النادي، مرتاح في النادي، مش عايز يعمل نفسه مشاكل. واحمد سليمان ولع على انديه الشركات، قال لك ان انديه الشركات ومن ضمنهم بيراميدز بيتعندوا مع الزمالك، ما بيحبوش يبيعوا اي لاعب للزمالك بسبب النادي الاهلي، وان كلهم بيخافوا من النادي الاهلي، وان النادي الاهلي هو البعبع الوحيد اللي ليهم، فعشان كده بيخافوا يبيعوا اللعيبه لنادي الزمالك. وبيقول لك كمان ان انديه الشركات بتخسر كتير جدا لانها بتجيب لعيب بملايين وبتباع بملاليم، فده ما يرضيش ربنا. ويقول لك انا المفروض كنادي شركات انا بجيب اللعيب مثلا ب 2 جنيه، انا عايز ابيعه بال10، مش هبيعه بجنيه. وبكده يا جدعان نكون وصلنا لنهايه حلقتنا. تصبحوا على خير، سلام.